كلنا اول ما بنفتح علبة الحلاوة بندور على الفولية القمر قوي. بصوا عملناها مع بعض بطريقة حلوة جدا. كوباية سكر، نص كيلو سوداني، معلقتين عسل كلوكوز، هنطلع احلى كيلو سودانية، احلى واوفر بكتير من بره. بصوا حلوة جدا. كملي باقي الفيديو وهتنسوا اللايك والشير. النهارده هنعمل الفولية. الفولية سهلة وبسيطة جدا، زيها زي السمسمية والحمصية، كله نفس التركة. عندنا هنا نص كيلو سوداني، عندنا هنا ربع كوباية مية، كوباية سكر، معلقتين كبار عسل كلوكوز. برضو هنقولها تاني ممكن نستغنى عنه، بس هو مش غالي قوي. العسل الكلوكوز مش غالي، البرطمان انا جايباه ب20 جنيه كيلو يعتبر، فبعمل منه كل وصفات حلاوة المولد. فيعني مش غالي ان احنا نستخسر في حاجة حلوة هنعملها عشان تطلع زي بره بالظبط. تمام، هنبدأ بسم الله. هنعمل اول حاجة، هننزل بحاجة الشربات عشان نحطها على النار. كوباية السكر، ربع كوباية المية، وهننزل بالعسل والجلوكوز. هنا حطينا اهو السكر على المية على العسل والجلوكوز، حطينا على النار. تمام، هنا بقى هنجيب الفولية بتاعتنا. برضو هنعملها نفس خطوة السمسمية. اي حاجة من المحمصات اللي احنا بنعملها. هنا خلاص حطينا زي ما قلت لكم الشربات، بصوا على النار. وهنجيب هنا الفولية، هنديها تحميصه كده، مش تحميصه، احنا بنسخنها، احنا عايزينها سخنه علشان هي هتنزل على الشربات وهو سخن، لان لو نزلت وهي بارده والشربات سخن هتقفش معانا، مش هنعرف نقلبها ولا هنعرف نفردها. تمام، هنفضل نقلب فيها لحد ما تسخن وايدينا ما تقدرش تستحملها. بصوا هنا خلاص وصل للدرجه اللي انا عايزاها. بصوا احنا مش هنلسعه، احنا مش بنلسعه، احنا بس بنسخنه علشان خاطر ما يقفش معانا، وفي نفس الوقت ان هو يخرج الرطوبه اللي فيه لو هو فيه رطوبه. تمام، وكمان التحميصه دي بتدي طعم حلو قوي فيه. هنا الصينيه اللي هنفرد فيها، هنحط هنا من تحت زيت، وهنحط كيس بلاستيك عادي، كيس تلاجة، وهندهنه زيت عشان لما نيجي نطلعها تطلع معانا بسهوله. تمام، بصوا العسل بقى عامل ازاي كده، نقدر نحط ايدينا فيه عادي نقلب. هو احنا عايزينه يوصل لمرحله الكراميل، اللون اللي هو قدامنا دوت اللي هو بيبقى داخل على اورنج شويه. بصوا اهو، بصوا نازل ازاي، بصوا دي مرحله السوا بالنسبه لنا اللي هي الكراميل دي. بصوا انا معاكم خطوه خطوه هنشوفها برضو كده. خلاص هننزل بالسوداني هنا على الخليط دوت ونقلب بسرعه. بصوا اهو، هنقلب بسرعه جدا لان الحاجه دي لما بتبرد بتمسك جامد. زي ما انتم شايفين اهو قدامكم كل حاجه تفصيل. هننزل بيها على الصينيه اللي احنا دهنينها زيت وهنفردها وهوريها لكم. بصوا نزلنا بيها اهو، هنفرد بسرعه لان ده بيمسك بسرعه جدا زي ما انتم شايفين. بصوا سهله قوي. بصوا احنا عايزين نسويها بس كده اهي. هنسويها بس نحط كيس عليها عشان اعرف امسكها لان هي سخنه جدا. اهي ممكن نسويها بايدينا وممكن بالرولة كده اهي. بصوا اهم حاجه في الخطوه دي ان كل حاجه فيها تتم بسرعه. تمام، هنبتدي نقطعها عشان هي بتجمد بسرعه جدا. تمام، السكينه دي مدهونه زيت، هقطعها واوريها لكم. شكل الفولية معانا بعد ما خلص، هي لسه سخنة جدا اصلا. بصوا انا حتى مش قادرة امسكها لان هي لسه سخنة، بس هي لازم تتقطع وهي سخنة. بصوا عاملة ازاي، مستوية حلو.
طريقتها حلوه قوي سهله. كوبايه سكر واحده، نص كيلو سوداني، هتعملي ما شاء الله كيلو سودانيه او كيلو فوليه زي ما بيقولوا عليها. بجد جربي الطريقه دي ان شاء الله هتعجبك، واحلى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.